السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد على الجميع إن شاء الله. ففي هذا الفيديو غادي نهضروا على الدفعة ديال شهر جوج ديال فبراير. هذا الشهر هذا شهر مميز لأنه غادي يجيب غير 28 يوم، وغادي نهضروا كذلك على الدفعة ديال الدعم الاجتماعي المباشر كما قلنا ديال هذا الشهر، فوقاش غادي تدوز المبالغ المدفوعة، فوقاش غادي تدوز الحسابات البنكية، شكون غادي يستافد شكون ما غاديش يستافد، وفوقاش غادي تبان الدفعة يعني للناس اللي ما غاديش تيستافدوا، اللي كتعلق لهم كل شهر، الناس ديال العمال غير أجراء وديال امو الشامل، سواء اللي ما كيخلصوش الواجبات الاشتراك وكذلك الناس اللي واخا خلصوا غادي تعلق لهم الدفعة. فهذا هو يعني اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. كما قلنا هذا الشهر هذا غادي يجيب غير 28 يوم، ويعني الدفعة ديال شهر جوج ما بقالهاش بزاف ان شاء الله، ويعني مزيانة هادشي غادي تجي في البداية ديال شهر رمضان المبارك، يعني حاجة مزيانة. فكما كتعرفوا هاد الدفعة هادي ان شاء الله من المنتظر ان بالنسبة للناس اللي ما غاديش يستافدوا اللي غادي تعلق لهم الدفعة، وكذلك الناس اللي عندهم مشكل في الحساب البنكي، راه يعني في الغالب غادي تبان عندهم يوم الاثنين 23 فبراير، يعني أقصى تقدير يوم الثلاثاء 24 فبراير. وكذلك يعني راه في الغالب ولا من المنتظر أنها غادي تبان في المبالغ المدفوعة هي يوم الخميس يعني 26 فبراير، وكأقصى تقدير يوم الجمعة 27 فبراير تبان في المبالغ المدفوعة من منصة الدعم الاجتماعي المباشر asdi.ma. وراه يعني من نهار الجمعة المقبل اللي غادي يوافق 27 فبراير راه غادي تبدي دوز الحسابات البنكية ديالكم إن شاء الله، لأنه كما كتعرفوا هاد الشهر هذا غادي يجيب غير 28 يوم. فكذلك يعني بالنسبة للناس اللي غادي تعلق لهم الدفعة، ولا هاد القضية ديما كنأكد عليها، الناس اللي ما كيخلصوش يعني راه كما قلنا هما اللي غادي تبان الدفعة ديالهم الأولى تبان معلقة، وكذلك الناس اللي واخا خلصوا. هذه النقطة المهمة اللي بغيت نهضر عليها، الناس اللي واخا خلصوا كتعلق لهم الدفعة. كاين الناس اللي حاطين فلوس في البنك، والاقتطاع ديال البنك ما كيديرو حتى لديك 22 21 في الشهر، يعني كيكون الملف داز على المصلحة المختصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وكيتلغى لك او كيتعلق لك الطلب ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وكذلك الناس اللي كيخلصوا راسهم وكيخلصوا روطار، هذه النقطة ديما كنأكد عليها، وديما كنقول لكم من الأحسن تفاداو المشاكل، وباش تستافدوا حتى نتوما من الدفعة ديالكم ديال الدعم الاجتماعي المباشر، خلصوا في السيمانة الأولى ديال الشهر ولا قبل النص ديال الشهر. مثلا من يدخل شهر 3 خلصوا في شهر 3، يعني في السيمانة الأولى ديال شهر 3 كاع إلا ما توافدت لك الشروط ولا الظروف، من بعد ما دوش النص في شهر 3 باش ملي الملف ديالك كيدوز كيلقاو يعني ما كيسالوك حتى حاجة، وكدوز لك الدفعة ديال الدعم الاجتماعي المباشر ديالك، وكتستافد بحالك بحال الناس. بالنسبة كذلك اللي كل شهر كما كتعرفوا كاين البعض اللي كيترفض لهم الدعم الاجتماعي المباشر بسبب انهم عندهم شي مشكل في الحساب البنكي، وكيجيهم يعني كيقول لهم لم نتمكن من استغلال بياناتكم البنكية، يعني مشكل في الحساب. وإلا تصادفت مع هالمشكل ولا جاك هالمشكل، راه عرف بأنه عندك مشكل في الحساب البنكي. شنو غادي دير؟ غادي تمشي تفتح حساب بنكي جديد، وغادي ندخل المنصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وغادي دير تصريح بحساب جديد، كتسنى 3 أيام 4 أيام كاع إلا بزاف سيمانة، كيتقبل داك الحساب البنكي الجديد اللي فتحت جديد، صافي كيدوزو لك المبالغ ديالك، وداك القديم يعني كيتعلق ولا كيترفض وكيبقى خدام الحساب البنكي الجديد. فيعني هذا هو اللي بغينا نقوله في هذا الفيديو، هذا هما المعلومات اللي بغينا نشاركهم معكم. اللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه اسفل الفيديو. ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله على الجميع، دخل عليكم بالصحة والهنا وطول العمر، وباش ما تمنيتو ليكم وكاع الاحباب ديالكم.